النهارده انا جاي اقول لك المفروض مصر تعمل ايه في مشكله سد النهر. اول حاجه لازم نلجا لمحكمه العدل الدوليه، لان في اتفاقيات موثقه وموقعه بينا ان حصتنا من الميه اللي المفروض توصل لنا 55.5 مليار متر مكعب من الميه، وده لازم يوصل لنا. تاني حاجه عاوز اقول لك عليها، مش هنقعد نستنى لسه محكمه العدل الدوليه، لازم نبتدي ندور على المشكلات الموجوده في النهر ونزود كميه الميه اللي جايه لنا من المنابع. في منطقه اسمها بحر الجبل، بحر الجبل دي موجوده في جنوب السودان. المنطقه دي يا جماعه فيها حاجه اسمها سدود نباتيه، ضيعت نص الميه الموجوده في النهر. مصر زمان راحت على المنطقه دي وابتدت تشق قناه اسمها قناه جونجل. قناه جونجل دي هتاخد الميه بعيد عن السدود النباتيه عشان ما تعديش عليها وما يفقدش النهر 50% من الميه، بس توقف العمل بسبب الحرب الاهليه اللي قامت في جنوب السودان. عشان كده المفروض نبتدي نرجع تاني عشان نعوض العجز اللي ممكن يحصل بسبب بناء سد النهر. كان معكم الجغرافاوي حسام الصيف.